السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين أينما كنتم وحيثما وجدتم داخل وخارج الوطن، قضية كبيرة خوتي الأعزاء راهي وقعت وستقع إن شاء الله قريبا، واللي هي عملية تجنيس بعض اللاعبين الجزائريين لصالح المنتخب القطري في القريب العاجل. وهذا ما جاءت بعض العناوين فيه على اليوتيوب من أكاديمية بارادو التي تشتري عقود بعض اللاعبين من الاتحادية الجزائرية وتعاود تكونهم نورمالمون من أجل المنتخب الوطني الجزائري، ولكن لسوء الحظ انها راهي تبيع فيهم للمنتخب القطري، راهي تجنس فيهم للمنتخب القطري. وهذا يعني منحنى خطير خوتي العزاز راهو يقع للاعبين الجزائريين. على بالنا باللي انهم باش يلعبوا للمنتخب الوطني الاول الجزائري صعيبه شويه، وهذا لعدم احترافيتهم وعدم تحملهم للضغط. خلينا هذه امور تقدر تتعالج مع مرور الوقت ومع التقدم في العمر، ولكن باش تجيب لاعب جزائري وتجنسه وتردو قطري باش يلعب للمنتخب القطري فهذه خيانه للمواثيق وخيانه للشعب الجزائري. يقول هذا كان واحد الصحفي خوتي العزاز حوست على اسمه، هذا اسمه غبر لي على كل حال، خرج مع قاده بن عمر البارح على كل حال. يقول باللي تجنيس اللاعبين لقطر حاجه عاديه وما فيها حتى مشكل، مثل ما تحاول الجزائر تجنيس اللاعبين ذوي الاصول الفرنسيه، يعني قال كيما عوار وغيرهم من اللاعبين، امين قويري وآية نوري. هنا هذا الانسان راهو غلطان بزاف وراهو مبغل في راسو، لانه الفرق بين عوار وبين قطر فرق كبير بزاف. تقول لي علاش؟ لانه خوتي العزاز عوار يملك الجنسيه الجزائريه، عنده الاصول تاعو من ام جزائريه واب جزائري، ولد فقط في فرنسا داكور. اما هاد اللاعبين اللي يحاولوا يجنسوهم لقطر فهم ما عندهم حتى قطره دم قطريه، ما يقربوش لا من قريب ولا من بعيد لقطر. وهنا المشكله المطروح، اين السلطه الجزائريه من كل هذا؟ علاش السلطه الجزائريه ما تفتحش تحقيق، او الاتحاديه الجزائريه لكره القدم ما تفتحش تحقيق مثل هذه التجاوزات الخطيره على ابنائنا الجزائريين، يبيعوهم لانديه او يبيعوا العقود تاعهم لانديه قطريه ضعيفه المستوى، مع كل احترامنا على كل حال لقطر وللكره القطريه. ولكن هذا لا يدل على انك تسمح باش يتجنسوا اللاعبين تاعنا ويروحوا يهزوا الجنسيه القطريه ويرتديوا اللباس تاع القطريين ولا يرتديوا زي المنتخب القطري. وهذا شيء خطير جدا، انهم يحاولوا يزرعوا في افكار او يزرعوا للراي العام انهم من حق هاد اللاعبين الصغار العمر اللي ما يتجاوزش العمر تاعهم 20 سنه 18 19 على الاكثر، قال لك من حقه انه يمثل اي منتخب يريده. اليوم مش من حقه يمثل اي منتخب يريده، هذيك كي يزداد في قطر ولا يزداد في تونس ولا يزداد في المغرب ولا يزداد في بلد اخر يحق له انه يمثل البلد هذاك. ولا نقولوا مثلا هذا اللاعب الجزائري الوالد تاعو قطري او الام تاعو قطريه ويملك الجنسيه القطريه، ولكنه ولد في الجزائر ويتكون في الجزائر، وشاءت الاقدار انه تديه قطر يروح يلعب في المنتخب تاع بلده الاصلي، ولكن هادو جزائريين ما همش الاصول تاعهم قطريه. لما تقارن تحكي لي على عوار وتقول لي عوار لاعب فرنسي جنسته الجزائر، فهنا انت تخون رياض محرز وتخون الكثيرين من اللاعبين الجزائريين ذوي الاصول المزدوجه اللي عندهم ذو جنسيات، لانك ما تفرقش بين الجنسيه الاصليه لاصول الوالدين والجنسيه الرياضيه. زين الدين زيدان عنده الجنسيه الجزائريه ولكن مثل المنتخب الفرنسي، كريم بنزيما عنده الجنسيه الجزائريه ومثل المنتخب الفرنسي. هادو ولدوا في فرنسا وعندهم الجنسيه الجزائريه، عندهم الجنسيه الفرنسيه، عندهم الجنسيه الانجليزيه والايطاليه الى غير ذلك، ولكن الجنسيه الرياضيه تاعهم هي جنسيه يمثلوا بها المنتخب الجزائري. فهمت؟ سيت على اسمه، والله يا خوتي نحوس لكم على اسمه ان شاء الله ونجيبه لكم، ولكن ما يحاولوش انهم يديروا الاغلاط ويديروا الافكار السلبيه على المنتخب الوطني تاعنا، لانهم هادو الجماعه اللي راهم يهضروا هكذا هذو هما اللي حاربوا جمال بلماضي، وهذو هما اللي حاربوا اللاعب المحترف، وهذو هما اللي يحاربوا نجاحات وتفوقات المنتخب الوطني الجزائري من قريب ومن بعيد.
هادو تاع التبزنيس تاع الخبز، هادو اللي يحوسوا على الفتات، هادو اللي يبيعوا ويشريوا اللاعبين، هادو هما اللي بسبتهم دحرت البطوله الوطنيه الجزائريه لكره القدم اللي هي احسن بكثير من البطوله القطريه. تقول لي علاش؟ لانه الدور الجزائري، شوف الجماهير، الحضور الجماهيري في الجزائر لكره القدم وشوف الحضور الجماهيري في قطر، فرق كبير وشاسع خوتي العزاز بين البطولتين. تقول لي فيها البطوله القطريه فيها الدراهم، صح فيها الدراهم، ولكن ما فيهاش الجمهور وما فيهاش يعني كيفاش نقولوا الجماهير ماهيش قاعده باش تفرج كره القدم في قطر. اما الجزائر ومصر ومثلا السعوديه ان صح القول، في الدوريات تاع المغرب تونس الدوريات تاع افضل بكثير من الدوريات القطريه. المهم خوتي العزاز ما يحاولوش انه يغلطوكم، يقول لكم مثل ما تجنس قطر، مثل ما تجنس الجزائر وتحاول تجنس عوار وغيره من اللاعبين، فكذلك قطر لها الحق في تجنيس اللاعبين الجزائريين. هذا خطأ كبير وكبير جدا، ويعتبر خيانة للمبادئ الجزائرية والمبدأ الوطني، لأنهم هادو جزائريين الأصل، ولدوا في الجزائر وعندهم كل المقومات باش يلعبوا للجزائر، ماشي يروح يلعب في نادي قطري من بعد جنسو قطر ويروح يلبس الزي او يلبس الالوان القطريه. يقول لك مثلا هذا اللاعب مثلا اللي راهو في الصوره، هذا خوتي العزاز، هذا اللي في الصوره، يقال بانه قال لهم انا ما حابش نكمل نلعب البالون، نلعب ومع الاخير ما نلعبش للمنتخب ولا ما نديرش حاجه في حياتي. وهذا التغليط للرأي العام وتبديد للأفكار وفساد أخلاقي خوتي العزاز لكرة القدم الجزائرية. راهي نحوس لكم على هذاك الصحفي خوتي العزاز ونجيبوا إن شاء الله ونهضروا عليه. دمتم في رعاية الله وحفظه، لأنه هذه نهاية الفيديو. نتلاقاو في ساعة الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.